ماشي. طب انا هوريك فيديو وقول لي رايك فيه ايه. يعني انا بالنسبه لي شايف ان الزمالك بقاله 6 سنين، مؤخرا 6 سنين تقريبا، بيتجامل تحكيميا جدا، بيتعين له حكام على مزاجه وبكيفه. والكلام ده مش كلامي انا، ده تسريبات بتطلع، والحاجات اللي بتطلع اللي طلعها ابراهيم مثلا، والحاجات اللي قالها محمد عادل، مكالمات ثروت سليم ووجيه احمد. يمكن لو في ناس، فالزمالك انا بيتجامل بقاله كتير، 6 سنين بيتجامل بشكل واضح وصارخ. وكمان اعلامه، يعني انا بشوف ان اعلامه بقى اقوى، مش اقوى من الاهلي. لا ما هي دي اللي بقول لك، هي الاثنين مرتبط. وحته كمان ان الزمالك اعلاميا بقى متدلل قوي، يعني ما فيش اعلامي، انا بقولها بمنتهى الصراحه ودي على ما فيش اعلامي في مصر ما بيكرهش الاهلي حاليا. انا شايف ان الزمالك بيتجامل تحكيميا بقى له كذا سنه، ومنذ دخول الفار ده المفروض ان هو يفيدني اصلا ويفيد الناس كلها على الحياد. اكتر نادي استفاد من الفار ده وكوارثه هو الزمالك، وده دوري وفا، وده بالنسبه لي فعلا دوري وفا. يعني ده حاجه، واعلام الزمالك بقى كتير جدا وبيدلعوا الزمالك وبيتجاهلوا قضاياه. طيب هو انت خدت بالك من الكلام اللي بيقوله؟ بيتكلم ان الزمالك بقاله 6 سنين بيتجامل، 6 سنين بيتجامل، يعني معناه ان هو قبل ال6 سنين دول ما كانش بيتجامل. معناها انت اللي كنت بتتكلم، انت اللي كنت بتتجامل بقى كاهلي، ولا مش لو هنمشي على كلامه هو 46 دوري. انت كنت بتتجامل انت اللي قبل كده. دي نقطه بيتكلم فيها، وجاي بيقول لك انا مش عاوز اقول ان اعلام الزمالك اقوى من اعلام، مش عاوز اقول كده. طب ماشي خلاص، بس انت نفسك ما هنش عليك تقول في الفيديو ان اعلام الزمالك اقوى، لانه مش اقوى. وبعدين ده اقوى اعلاميين في مصر، كلهم بيشجعوا الاهلي، كلهم اهلاويه. سيف زاهر، مدحت شلبي، كلهم اهلاويه، كلهم اهلاويه معروفين. ما انت بتبص على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا دلوقتي اي حد ممكن يبقى عامل صفحه خاصه بيه ويدافع عن النادي عادي. الكابتن حسام قال كلمه قبل كده برضه في احدى القنوات، قال الفرق بين الاهلي والزمالك الاعلام. يعني نخلي كابتن كبير زي الكابتن حسام حسن يقول حاجه زي كده، يبقى كده هو شايف حاجه. ثاني حاجه هنا بيتكلم ان بيقول لك ان ده دوري ايه؟ دوري وفا. ليه بقى؟ انا عاوز اتكلم عشان ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا، واخد بالك؟ ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا اللي هي كانت للاهلي، بس ضربه جزاء صحيحه. ما هي صحيحه، انا خلي بالك لما انت جيت سالتني ساعتها، حتى واحنا مش على بنصور اي حاجه، جيت سالتني ضربه جزاء صحيحه، ضربه جزاء صحيحه. بس ثاني ماتش على طول يا كابتن بتاع سموحه في ضربه جزاء امام عاشور بشهاده كل النقاد وكل الحكام، وكل ضربه جزاء صحيحه، طلعوا اتكلموا عليها. لا ما اتكلموش عليها، ما انت خدت حقك ثاني ماتش. وبعدين بالنسبه للوفا دي، اصلا الوفا دي يا كابتن الناس بس مش متذكره، الناس ذاكرتها يعني ايه؟ في الدور الاول، في الدور الاول ماتش كان بيحكم ماتش سيراميكا والاهلي، في ضربه جزاء على ياسر ابراهيم، دفع من الخلف، يعني مثلا ايه، مش بايده كده، مش مثلا كده، في زقه، يعني في زقه في منطقه الجزاء، والفار استدعاه وراح بص في الفار ورجع نفس اللي عمل ماتش سيراميكا، قال لك مفيش في اي حاجه، والموضوع عدى مرور الكرام، ولا عملنا شبوره ولا قلنا دوري وفا ولا عملنا الكلام ده كله. وبعدين ماتش الجونه عليك ضربتين جزاء ما اتحسبوش، مش هنخش بقى. خلينا احنا بنرد عليه في الفيديو اللي هو بيتكلم فيه دوري وفا. يعني انت معلق دوري على ضربه جزاء وبنطين؟ لا ما هو خد حقه ثاني ماتش على طول، خد حقه، انت ما ظهرتش في حاجه، ما ضيعش منك بطوله، يعني